بغيتي نديرو شي حاجه واحده تمشي. لما كتحمل المسؤوليه اختي؟ كنحمل المسؤوليه للسلطه، كنحمل المسؤوليه كاع دوك الرجال اللي جاو والوقايه اللي جاو، لان البنت بقات حيه 3 ايام وهي تحت الارض وكتهضر في التليفون وكتقول لهم واقفه على رجليا، والسيده واقفه على رجليها. كيفاش هاد البنت جاتها لاكارت ناسيونال في جيبها؟ كيفاش هاد البنت تليفونها الاول سالا منو الغوشارج ومشات للتليفون الاخر كتقلب عليه؟ صافي دير كاين ليسباس بيناتهم، كاين فين كدور. يعني السبب هو المعدات. وهي معدات ما كاينش. واش هي كتقول لهم في التليفون بغيت غير الماء ما قدروش يديروا تقبه ويعطوا للسيده يدوزوا لها عاد سيو، ما كاينش كذوب كذوب. كتقول لهم راني عطشت فيا غير عطوني غير الماء. دابا دخلت شتا، يعني مهما كان الريزو ديال الهاتف كاين امل. كان عند بنتي كان 3 ايام وهي مشبته بالحياه. هاد البنت كانت باقا مسكينه تعيش 3 ايام. كتقول لهم لهم 4 السوايع، هي ماتت في 6 سوايع، كون جابوا 4 السوايع غتعيش. واش خلاو الناس باقا خلاوها هي باقا حيه تحت الارض؟ مشاو يحيدوا النخله في الصاخ، مشاو النخله. علاش يمشيو النخله؟ يعتقوا الروح هي الاولى، يعتقوا ديك البنت اللي مسكينه بقات متشبته بالحياه حتى لاخر دقيقه. فينا هما هاد الناس؟ فينا هما المسؤولين؟ فينا هما؟ شوف صيفطوني داروا لي بيطادين. انت خويا انت قالوا لي سيري شري الدواء وهي فلوسها ورزقها طيح على فردم وقالوا لها سيري شري الدواء فلوسهم كاع تحت الدم شري الدواء وصيفطوها حنا اللي شرينا لها هذه وعاد رجعوا عليها نعسوها نهار من مورا داكشي عند الاساسيه واختها علاش يخرجوها هكا كاينه. الدري كيشوف كيقول لي راه امل كنشوفها كاينه هنا ودوك ما خلاوهمش جراو عليهم. كيفاش هاد السيده هضرت مباشره مع نزار، تهضر مع نزار كتقول لي انا راه باقا حيه واقفه على رجليا الماء ما قدروش يعطيوه ليها. فينا هما هاد الناس؟ فينا هما هادو اللي قال لك عتقوا عباد الله؟ فينا هما هاد الوقايه؟ احنا كون ما كانوش ولاد دربكم راه حنا متنا. وبابا مسكين جبدوه حتى الغد ديال الاخر. شكون اللي جبدو غير الدراري، جبدو مسكين حي طاح من الدار اللورانيه. حاجه وحده اللي ما عمرها تنسى ليا، هي مسكينه كتغوت وكتقول سعاده تقني سعاده تقني هذه اللي باقا ليا في ودني. يا ربي ترحمها، يا ربي تجعلها مسكينه حوريه في الجنه يا ربي. اللي يمكن نقولوا انها بقات متشبته بالحياه وكان عندها الله يخليك وكان عندها واحد الامل كبير انها غادي تعتق، لان بصوتها اخر ما قالت امي راه مشات عند الله ولكن انا عتقوني. فهذا الوضع هذا يعني كيطرح واحد العدد ديال التساؤلات. الحمد لله هادشي ما كتب الله، ولكن الله يرحمهم. وكنتمنى ان يعني اننا نكونوا مجهزين ونكونوا كنعطيو الحق الحياه البشريه ونعرفوا شنو هي قيمه الانسان ونديروا جهدنا باش ننقذوا اللي يمكن يتنقذ. اضافه لما قالت الحاجه، كيخص ان هذه الحادثه هذه ما خصهاش تدوز بسهوله. كيخص الناس المسؤولين اللي مسؤولين على هذه الفاجعه، لان ماشي غير الممثله حتى دوك كلهم بالتالي كيخص حساب، كيخص محاسبه، كيخص محاسبه. ما كيمكنش ان نبقاو نسمحوا للمقدم ولا الشيخ ولا القايد ولا المستشار ولا سميتو يتلاعب بالارواح ديال الناس. تنتمنى ان هذه المساله هذه تتخاذ بعين الاعتبار، لاننا ولينا كلنا مهددين. الله يرحم اللي مات. امل فقط. واش نقول لك اخويا، الله يرحمها ويوسع عليها في هذا النهار كيف ما قالوا لي. انا ما يمكنش نضيف، قالوا كل شيء اللي خصو يتقال راه تقال. خصنا نديروا بعين الاعتبار هاد الناس اللي كان ممكن نقضوا في النهار الاول او في النهار الثاني وبقاو مساكن حتى داموا الامانه امانته. يعني هذا كيطرح تساؤل كبير. خصنا الا كان مشكل او كاين خلل او ما كاينش امكانيات او يعني هاد الظاهره خصنا نلقاو ليها حل. ما يمكنش الناس تمشي غير. الله يرحمهم.